عندك النقطه كحله في السنه ديالك وغافل عليها لانها ما كتضركش، اجي تعرف شنو هما المشاكل الكبار اللي تقدر دير لك في الصحه ديالك. معكم الدكتور بن سليمان اسماعيل، واليوم غادي نعرفوا شنو هو السوسه وشنو هما المشاكل اللي تقدر دير لك وفوقاش احسن وقت تعالج هاد السوسه. اولا هو ان النهار اللي كتغفل على سنانك وما كتحكمش من مور الماكله شنو تيوقع، هو ان عندنا واحد لي بكتيريا اللي تتكون عندنا في الفم ديالنا ناتوريل، كتحول الماكله اللي كتكون شايطه لواحد الحوامض لي زاسيد. هاد لي زاسيد كيؤديو الى تاكل طبقه السنان. خليكم معايا هنايا وبقاو عاقلين على تؤدي الى تاكل طبقه السنان. شنو هما طبقات السنان؟ طبقات السنان اللي خصنا نعرفوا هما ان السنه او الضرسه كتكون من ثلاثه ديال الطبقات. الطبقه الاولى هي المينا. المينا هي واحد الطبقه، هي اقوى طبقه اللي عندنا في السنان ديالنا، وهي اقصح طبقه اللي كتحمي السنه من التهرات ومن البروده. ديك المينا واخا تكون فيها السوسه بعض المرات ما كنحسوش بها، علاش؟ لان ما فيهاش اعصاب وما فيهاش العروق. ثاني طبقه هي العاج. العاج هو واحد الطبقه اللي تتكون صفراء اكثر من المينا، وديك الطبقات العاج تيكون فيها واحد الثقيبات صغيورين تيتسموا لي توبولي دونتينير. داكشي علاش السوسه فاش كتوصل للعاج اللي تيوقع هو اننا كنبداو نحسوا بالبروده اولا كنبداو نحسوا بالشوكولا ولا شي حاجه حلوه الا دخلت لنا لديك البلاصه. ثالث طبقه هي الغرفه اللي تيكون فيها لا بولب، هي الغرفه اللي تيكون فيها العروق والاعصاب. هي فاش توصل لنا السوسه وكديباسي العاج تنوضوا بالحريق في الليل، ما كيقدرش يهدم ديك الحريق. نرجعوا لتاكل الطبقات. اولا هو ان فاش ديك السوسه ديك لي بكتيري تيحولوا الماكله لاسيد، ديك لاسيد شنو كيدير؟ كيبدا ياكل، كيبدا يديمينيراليزي ديك الطبقه اللي هما فيها لي مينيرو، المعادن. المعادن تيبداو يتحيدوا من الطبقه الاولانيه، ديك الطبقه اللي قلنا ما فيهاش العروقه. اون فوا السوسه تعدات داك المينا ووصلت للعاج. العاج كما قلنا فيه واحد الثقيبات صغيورين. هذاك العاج تيكون واحد الطبقه اللي هي غليظه من المينا، وفاش كتبدا تاكل كتبدا تضعاف. منين كتضعاف كتقرب للبلاصه اللي فيها الاعصاب والعروق. دونك تو سامبلومون اللي تيوقع هو ان اي حاجه كليتيها بارده او سخونه، طبقه العاج اللي كانت حاميه لنا داك العصب وداك العروق ولات ضعيفه وعطات لنا الاحساس اللي هو زائد لديك الحريق. السوسه فاش كتمشي عند طبيب السنان فاش تكون في المينا ولا العاج ومازال ما تعداتهمش، يعني انك تمشي تعمر هي السوسه، كنخويوها وكنعمروها بالكومبوزيت. ولكن اون فوا كتغفل على السوسه منين تكون في منين تديباسي المينا والعاج، اللي تيوقع هو انها كتوصل لديك الطبقه اللي فيها الاعصاب. ديك البيت اللي فيه الاعصاب كيتعفنوا، ومنين كتمشي عند الطبيب يدير لك ديك الساعه قتل العقل. الا زدتي غفلتي على داك الضرسه وعلى على داك السوسه، شنو تيوقع هو ان داك لي بكتيري وداك العرق اللي تعفن كيبدا يطلق الريحه خايبه، وكيعطينا واحد لي بكتيري اللي كبار، واحد التعفن اللي يقدر يمشي لنا للعظم ديال الجدر ديال الضرسه. وداك العظم تيقدر يتعفن، والتعفن هو الصديد او القيح، يا اما ان كيست اللي تيقدر يتكون لنا عند الجدر ديال الضرسه، اولا تقدر دير لنا انابسي القيح بزاف ويقدر يتنفخ لنا الحنك ديالنا. داكشي علاش النصيحه اللي نقدر نعطيكم هو انك تمشي عند طبيب السنان اون فوا تشوف النقطه كحله في سنتك باش ما توصلش لهاد المشاكل وما تضطرش انك تقتل العرق للسنه ديالك. ونتمنى نكون فدتكم في هاد لا فيديو هادي. السلام عليكم.